السلام عليكم، أهلا بكم أحبابي في قناة تحديات الحياة. أهلا بكم في فيديو جديد. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين الشهر ده أنا ما اشتريتش، ما عملتش فيديو مشتريات، لأن أنا ما اشتريتش حاجة الشهر ده. طبعا الأسعار كلها عمالة تغلى وبتزيد، فأنا قلت الشهر ده لحد ما الدنيا تهدى. وبرضه حصل معايا ظرف في البيت، فيعني ما كانش معايا فائض ان انا اشتري مشتريات وكده. قلت ان انا امشي البيت باللي موجود معايا، من اللي موجود من المنظفات، واللي موجود معايا برضو من المواد الغذائية. طبعا زي ما انتم شايفين اشتريت من ماي واي الاساسيات اللي انا عايزاها الشهر ده، ولا غنى عنها. طبعا شاور الاستحمام وشامبو الشعر طبعا لا غنى عنهم. اشتريت شاور استحمام 2 لتر سحر العود، ريحته فظيعة يا بنات. واشتريت الشامبو للشعر بالخيار والصبار للشعر الجاف حلو، وكيس بسبوسة وأعشاب. طبعا الجو ده الأيام دي مبرد وكده. اشتريت اللي هو الشمر واليانسون والشاي الأخضر، واشتريت غسول جيت فريش للوجه. انتوا طبعا عارفينه، انا بستخدمه لبشرة الدهنية كويس خالص وممتاز. وجزازتين مية ورد، واحدة ليا وواحدة لاختي. و ومعطر الجو يعني. وهم دول بس مشترياتي من ماي واي اشتريتهم. ويعني قلنا نمشي الشهر بالموجود. طبعا اثناء الفيديو طبعا هنتكلم واحنا بنعمل الاكل وكده، وبس انا بنعمل الحلويات الحلو معانا. يوم النهارده طبعا استلمت الاوردر، شفت البيت هو عايز ايه، وبعد كده دخلت قلت اعمل حاجه حلوه للاولاد. قلت اعمل لهم ايه، اعمل لهم شوفان بالموز، صينيه كيكه شوفان بالموز. يعني حلوه وطعمها حلو وصحيه، وتنفع لمرضى السكر وبتنفع لأي حاجة. وطبعا الشوفان بيشبع ومليان عناصر غذائية كتيرة خالص، والموز برضو مليان عناصر، يعني حلو خالص لأولاد. زي ما انتوا شايفين وزنت على الميزان 200 جرام من الشوفان. 200 جرام من الشوفان نزلت عليهم ب2 كوب من اللبن. دي كوباية عادية، اللي هي كوباية بنشرب بيها الشاي، اللي هي 200 ملي اللي بنشرب بيها الشاي، المج بتاعنا. يعني هي 200 ملي نزلت بيها، بحيث ان ايه الشوفان يبقى اللبن عليه يعني ايه كده متغطي لبن، متغطي ايه لبن، لانه هو هيشرب كمية اللبن دي كلها. وهسيبه معايا 10 دقايق علشان يتشرب والشوفان معايا يطرى، بحيث لو انا ما عملتش الخطوة دياتي الكيكة معايا هتفروك وهتبوظ ومش هتكون يعني ايه كويسة. فضروري جدا جدا من الخطوة دي. وبعد كده معايا 4 موزات، هو الاصل 3 موزات بس انا كان معايا الموز صغير. اختار موز مستوي واهرسه جوي بالشوكة. وهنقول المقادير كلها دلوقتي كامله مع بعضين. يبقى الاساسيات ان انا 200 جرام من الشوفان، وهكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف. ونزلت عليهم ب2 كوب من الحليب. حجم الكوب 200 جرام، اللي هو اي مج اي كوبايه. وبعد كده الاصل يعني 3 موزات كبار، بس كبار. بس انا لا، عشان الموز عنده صغير عملت 4 موزات واهرسهم جدا جدا. وبعد كده هبتدي انزل على الموز بتاعي بالبيض وكده. هنشوف ايه المقادير مع بعضينا دلوقتي. ما تنسوش احبابي الاشتراك في القناة، تشير الفيديوهات، ولايك كده جميل منك، وتعليق يشجعني ويحفزني، ويكون في تواصل مع بعضنا. زي ما انتوا شايفين هرست الموز على ايه كده على الاخر. لو عندك كراسة اعمليه بيه، لو انت مثلا مش هتقدري تعملي الحركة دي اعمليه في الكبة. بس يعني ايه هو كان مستوي فبالشوكة وهيأدي إيه الغرض معاكي. إيه هنزل طبعا ب3 بيضات معايا. حجم البيضة كانش يعني كبير وقوي، حجمها متوسط، 3 بيضات متوسطين. طبعا طالما بيض يبقى اكيد في فانيليا. نزلت برشة من الفانيليا
زي ما انتوا شايفين يعني جزء من الكيس، ما نزلتش بالكيس كله. ذرة من الملح طبعا عشان الكيكة، اي حاجة لازم كيك اي حاجة نحط ذرة من الملح زي ما انتوا عارفين، ده الاساس بتاعنا. وبعد كده بنقلبهم كويس. وبعد كده هجيب بولة وهخلط المكونات دي كلها مع بعضيها، سواء الشوفان سواء البيض، وهضربه بالمضرب وهنشوف المقادير مع بعضينا. انا هعمله شوفان بالموز بالشوكولاتة، يعني هستخدم هنا كاكاو خام بحيث ان هو يكون صحي ويديني برضو طعم ونكهة حلوة. وطعمها يعني انا وانا بعملها ما كنتش متخيلة ان طعمها يكون حلو كده. طعمها جميل وحلو خالص ومشبعة، والاولاد عندي حبوها جدا يعني. واصلا انتوا عارفين القيمة الغذائية للشوفان، وهو مليء بالعناصر الغذائية وبالالياف، ومفيد جدا جدا يعني. وينفع للي بيعمل دايت، وينفع لمرضى السكر، وبينفع يعني هي وجبة صحية متكاملة بالليل مع كوباية لبن، مع كوباية شاي على حسب ما انتي حابة. ممتازة جدا. وهنا طبعا الكاكاو الخام انا نزلت معايا هنا، انا عشان كانت معلقة صغيرة، هما 3 معالق كاكاو خام كبار، 3 معالق كاكاو خام كبار. انت طبعا هتلاحظوا ان في الوصفة ديتي ما فيهاش سكر خالص. انا ما حطيتش سكر خالص، اكتفيت بالسكر بتاع الموز علشان يعني تكون صحية، منها تكون للدايت ومنها تكون صحية. فما حطيتش سكر خالص. طبعا انت شايفة انك انت محتاجة تحطي مثلا معلقة عسل، تمام، حطي معلقة عسل. حابة مثلا تحطي معلقة من السكر، تمام، بس انا اكتفيت بالسكر اللي موجود بتاع الفاكهة. طبعا زي ما انتوا شايفين بقلبهم كده كويس. هو القوام طبعا هي مظبوط وتمام، والمقادير مظبوطة خالص. بعد كده هنزل بالبيكنج باودر. طبعا هو قوامها زي ما انا وريته لكم في المضرب، بيكون القوام بالشكل ده، ورشة صغيرة من البيكربونات الصوديوم علشان تكون ما تنفش معايا كده وتكون كويسة. وهنا نص معلقة من الجرفة. طبعا الجرفة دي اختياري، بس انا يعني هي بتخلي طعمها مع الموز مع الكاكاو الخام بتخلي الطعم يعني فعلا فعلا في حتة تاني، وبيكون طعمها جميل خالص. بقلب المكونات دي. طبعا المكونات دياتي بتكون الصينية اللي هي المستطيلة اللي في الطقم العادي بتاعنا، اللي هو الألمونيوم اللي في اي مطبخ. الصينية المستطيلة المتوسطة بدهنها دهنة خفيفة كده، وبنزل بالمجادير، وبكون مشغلة الفرن. وفي الرف الوسطاني بعملها معاملة الكيك بالظبط، في الرف اللي في النص، وبتكون النار على 180 او الحرارة متوسطة. بتاخد معايا نص ساعة في الفرن. طبعا اول ما بتطلع معايا من الفرن ببقى عاملة صوص شوكولاتة هعمله معاكم دلوقتي. صوص شوكولاتة ببقى عاملاه معاكم دلوقتي. هنزل بيه على الكيك بتاعنا زي ما انتوا شايفين. طبعا انا الحركة اللي انا بعملها في الحافة دي علشان هي غامجة، انا يعني بقول لكم انك انت لو لسه مبتدئة او لسه بنوتة صغيرة ممكن تعرفي ان الكيكة تستوت منها، يعني هتلاقي لونها غير كده وجمدت، تعرف ان الكيكة استوت منها. لان في بنات بتقول لي يعني ان انا اعرف هي غامجة بتاع الكيكة استوت ازاي. اعرفيها من الطريقة دي، اعمليها مبدئيا وبعد كده استغني عن الحركة دي. طبعا الصوص اللي انا هحطه على الوش كوباية من الحليب او اللبن عادي، هنزل عليها انا حبيت ان صوص الشوكولاتة بتاعي يكون غني بالشوكولاتة، يعني انا يكون مليء بالشوكولاتة، فحطيت مكعبين من من شوكولاتة دريم الغامجة. طبعا اي نوع شوكولاتة عندك، ونزلت بمعلقة من الكاكاو الخام، معلقة كبيرة من مشروب الشوكولاتة اللي هو بتاع مايوي، لان انا مش هحط سكر هنا، فانا قلت ان انا اعزز الطعم بالسكر اللي موجود في مشروب الشوكولاتة. هنا انا ما حطيتش كاكاو خام، انا اكتفيت بالشوكولاتة والمشروب
مشروب الشوكولاته. يعني انا لو ما حطيتش مشروب الشوكولاته هحط معلقه من الكاكاو الخام واحط معلقه سكر. انا هنا علشان استخدمت مشروب الشوكولاته ما حطيتش كاكاو خام، حطيت مشروب الشوكولاته وما حطيتش سكر، لان مشروب الشوكولاته فيه ايه سكر وكده. زي ما انتوا شايفين طبعا هنا انا كانوا يعني مش في العلب بتاعتهم، حطيتهم في العلب بتاعتهم. واهم حاجة يعني انك تحتفظ بالكاكاو كده علشان ما يبص منك. وهنا طبعا طلعتها واختبرتها بسكينة كده، غرستها فيها لقيتها معايا تمام مستوية. مفيش مادة سائلة طلعت معايا في الشوكة. بعد كده هواتي هنزل بالصوص اللي انا عاملاه. الصوص تجيل طبعا، لان هي كوبايه من الحليب بس ومكعبين مع البتاع. الصوص تجيل معايا بحيث ان هي ما يكونش سايل فوقيها وكده. وزي ما انتوا شايفين شكلها بسم الله ما شاء الله. ممكن طبعا تزينيها بمكسرات لو موجود عندك. لو موجود عندك مثلا فارماسيلا ممكن تزينيها بيها. انا كان عندي فواكه مجففة زينتها بيها كمنظر، يعني يكسر اللون بتاعها. لو انت عندك اي مكسرات بتكون طعمها حلو خالص بالمكسرات. زي ما انتوا شايفين طبعا بقطعها. هي كانت دلوقتي سخنة، فهتلاقوها معايا مستوية وكويسة وحلوة وماسكة روحها. بس هي بعد ما بتبرد، وهوريها لكم في اخر الفيديو، بعد ما بتبرد بتبقى بتفنش. بتلاحظوا ان حجم القطعة اتضاعف مسكت روحها شوية عن دلوقتي كمان. زي ما انتوا شايفين طبعا انا ضفتها لقيت طعمها حلو. يعني هو كان اول مرة طبعا ان انا اعملها للاولاد وكده، فلقيت طعمها حلو. بص هنا بعد ما جمدت طبعا بردت، فهتلاقي ان حجم القطعة اتضاعف وبتتقطع شايفين ازاي واتماسكت مع بعضها. وبكده انتهى الفيديو بتاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.